إله إلا الله يظهر صالحا وإن محمدا رسول الله. صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة، تولد بتكريم 1937 28 نيسان. أنا صدام حسين قائد له أخي الشعب. إنه صدام كان زاير مدينة اسمها الدجيل، هذه المدينة أغلب سكانها من الشيعة، وهو مغادر المدينة خرج من هذه الأحراش الزراعية ناس مسلحين وأطلقوا النار على الموكب وقتلوا 2 من حراس صدام. اشتبكت قوات الحماية مع المسلحين وموكب صدام بعد عن منطقة الخطر، واستطاع الحماية قتل البعض وأسر البعض الآخر وبعضهم هرب. لما بعد الموكب صدام التفت للحماية قال لهم ارجعوا لمكان الحادث. طبعا الحماية نصحوه انه هذا الشيء ما يمكن لانه خطر كبير على حياته. نرجع يعني نرجع، ورجع الموكب. لما رجع صدام لهذا المكان نزل من سيارته ووقف في مكان مرتفع امام الناس كلها، يعني الموت يخاف وانا ما اخاف. لا تخوف شعب العراق ولا تخوف صدام. شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا، وانتم تعرفون شنو اجراءنا ويا هيش خوانه، لا شيء غير السيف. مجدنا قبل جبل ما كل حي طوله كم نفوس تنصرح ما تدري كهف منها، ما نعيش على ما في غبوة القيلولة كل ما تطري علينا غايبة جبناها، كم شمال من كريم ايماننا مشمولة دمت الترخي على كل النواحي معها، لو يدور الوجه والحالة تشيب بصوره ما ننسى رؤوسنا الا في رضا مولاها، لو يدور القرار ويهينون الإنسان، أو العفو يتصورون أنهم أهانوه. والله جبال الدنيا ما تهين. الحي من هو ما يعش كل الجزائر، الحي من هو ما يعش. المساعد بتاع عادل السليمان راح ايه ملبسني كاب عشان الهوا بقى الناس هتصور وبتاع مش عارف ايه، مبقاش واحد بقى شكله تلاقي شعره طاير مش عارف عامل ازاي حاجه ازاي. كان ايام صدام حسين كاب اللي لبسه لي عادل المساعد بتاعي عليه العلم الامريكي مش واخد بالي، ولقيت الناس نظرتها اتغيرت، رحت العامل قلبه دي لقيت بقى ناس واقفه على المسرح شبه صدام حسين بالظبط، شبه بالمدفع والوطوال وشنب. المهم انا قبل ما اروح قلت لهم بقول لكم يا اولاد احنا رايحين دوله بوليسيه، فخلي بالكم بلاش كلام فارغ. وهم قاعدين لك يا سلام على الرئيس صدام حسين يا سلام. والدواء الاخبار والتنويها حصري عنا من وقع بالحورنا ما حن عنه مشاده، اعلن العربانه من حنا يلا من صدنا من نوينا ما وصل حق وجهه والمراده. الدبابات الامريكيه صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزاره الاعلام العراقيه وسط العاصمه بغداد بعد ان شنت الطائرات الامريكيه. في نهار الحزن همي ارتديته وضرم الدنيا واعلنت الحداد، احتواني الياس مدري يحتويته، احتواني الياس مدري يحتويته، وانطفى فيني لما الورهم مسات، وانطفى فيني لما الورهم مسات، هم بكيت اليتم ولا ما بكيته، هذه يقدر الاله ما اراد. اذا متوهمين انه يعطون غطاء لاسرائيل حتى تيجي تضرب بعض الحدائق بالصناعه، ترى واهمين. والله لا تخلى النار تاكل نص اسرائيل، والله لا تخلى النار تاكل نص اسرائيل.
أفاد مراسل محطة CNN من تل أبيب بأن 10 انفجارات على الأقل سمع دويها في المدينة. وقد تمكن طاقم التلفزيون البريطاني من تصوير تل أبيب ساعة إصابة الصواريخ أهدافها مضيئة سماء المدينة. إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية وشبكات الرادار لم تتمكن من رصد الصواريخ العراقية. ضربت مدن إسرائيلية بصواريخ الحسين واحنا ما متندمين على خلينا قبل الكبير نعودك هر وفر نهرج على حوض المنايا كلنا منها بهار دخيلنا في وعندما رأيته في القفص هذا الرجل من كثر ما سمعنا عنه وشفنا عنه أنا كانت لدي رهبة في داخلي. شوف أنا ما أعبر لا عليك ولا على غيرك. أنا صدام حسين أخاهد له أخو الشعب. أنا بس من الله خاف ومو هسه عاد احنا يعني مو هسه هو يخاف ولا ما يخاف. احنا طلاب مدارس وما خفنا. طينا حياتنا شريناها لله سبحانه وأراد الله أن يبقينا أحياء. حنا الأيام حضرنا سعدة فوق سيد والطفل منا حنا نعد حياض الخطر والموت لا ما نحد صراحة اللي تطور المحكمة وذلك لإخلاله كيف يسكت طلعوه. أبوك كان وكيل بالأمن. أبوك مو هو اللي مسوي عملية هنا مع الفتاة. أتحداك أمام الرأي العام وظل وكيل طلعوه. جابر الوقفات فاليوم العبوس القنطرير يا جابر العشرات والحاجة حطيت أصحابها. لا وقفنا نثبت سوة الجبال ما نخاف ونهب ما نبالي عشقنا دق الخشوم والوداد. فالمواقف سد ربعه لا حضر حر يجمل لابته والطيبة يتنافها حقواتنا فوق السحاب بكفها كف القدر حقواتنا فوق السحاب بكفها كف القدر. لم أرى علامات الخوف عنده قف على بالغرفة والمقصلة أمامه والحبل يعني موجود. نظر لي بنظرة فاحصة قال لي هذا للرجال. وسهم تقدح سطرها عنجهية ما نهب الموت وحياض المنايا اقدح شاش راسي بالحمية ويا القوة في شوش روس الضنايا. Got two messages, one from Saddam Hussein, one from Iraqi people. This is the first message. This is the second message. Come on. Fuck you and fuck your democracy. نعم جاوبوا على الوجه. جاوبوا عافية. احتزم واطنخ وشوش لابتك لابت وحوش يا ما دقينا الجيوش في بقار المنذرية بالكرم حنا كرام اللي فانا ما يضام ضيفنا له احترام ودينا للشاذلية نبهي مطروخ راسي باللقايا قوي باسي نخري بربعي وناسي محتمين الا العالية محتمين الا العالية محتمين الا العالية. ندعي له بسر وجهر ابعد تحبه واكسره مجاهل القمر بغاه ولا يغيب النصاب طيب وجود اشتاق. سوف لا أتكلم وسأرضى بأي حكم من الأعدام نزولا يصدر وأتلقاه برحابة صدر وطنية عراقية صميمية وأشكرك. قررت المحكمة الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. الحمد لله والشكر لله. نعم. الحمد لله والشكر لله. نعم. لو شحت الأيام وأحوالنا أحوال مواقفي بالطيب كم جملتني. لو شحت الأيام وأحوالنا أحوال مواقفي بالطيب كم جملتني.
وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لمساندة قطر، وأيضا تركيا مستعدة لتلبية الطلب القطري من الغذاء والماء. أنا أعتقد أن تركيا ستنزعج من هذا الإعلان. تنزعج على أبو تركيا بقد أبو يعني هم ملاحين والدين مثل إيران ناقصا، يعني الأتراك وزال يريد الشيء يبيع ويشتري براسه. السيوفنا وقت اللقاء تعروى من الحور العدا لين يرضخ لامرنا يا حرب الدول. وانا بردا يركض في ديته وهذا ويبحث على قد هذا ما يطول من خلف الجدول. انت قدم الريال ان في شركه اسرائيليه قاعد تراقبنا احنا في الكويت. اول شيء شوف انا اذا محتاج اجهزه اسرائيليه علشان املك كويت اشتريها واحبهم على راسهم. املك كويت يفرض اتعامل مع اللي يكون اسرائيليه. طبعا اسرائيليه وين ما تبي لو من الصهاينه. وين الصهاينه؟ انا بامن بلدي الصهاينه. وايش يفيدني المسلم؟ شو يفيدني المسلم والجار العربي اللي غزاني؟ شو يفيدني فيه؟ انا باخذ من اسرائيل عشان احمي نفسي من هذا المسلم العربي. عندكم اياه انا على ابو شوارب. لعنكم الله ولعن من رباه. لا قصوا رؤوسهم الحلو. قوم تلقاني فازع لك اني انا الشراني وكونك تنخاني. لعنا لك هسه اليوم العرسه طاويت الخسه وحكيت الغرسه. مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. ربعي يديك كون العدا في كل حال من ماضيها لزمان هم رجالها. سما والعز مسمي بالطوال عز الشداد نتلا بافعالها. هل يا ضربنا ما توسمنا الحلال نعرف مغازي العرب وعلالها. وانت المغازي والحروب اللي تقال حنا لها في عز ميدان الفخر حنا جبال واللي جهال يسأل وكل قالها. صغيرنا مخيف يعني حقيقة شخصيته طاغية بشكل فظيع. أنا كانت لدي رغبة في لا لم أرى علامات الخوف عنده. صدام حسين ما ينقعد أمامه أول 10 دقائق تحتاج أن تضبط أعصابك حتى لا تتخرق حتى لا يغمى عليك. له مهابة كما يقال. هذه المهابة يغمى عليه يعني. كانوا يتصورون أنه بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه. توقف جريان الدم بعد أن امتثلت إيران لقرار مجلس الأمن في أغسطس آب عام 88، حينها قال الخميني إنه تجرع السم بموافقته على القرار. فعلنا بالقادسية نذل بهالعصا قبل عصرك لبي والتبع الفعل محمود لابتي ملاني من ضربة عدهم جناح شامخين جبال